في اول ماتش الاهلي هيلاعب المصريه لاتصالات شركه وي. الاهلي ان شاء الله لو فاز هيقابل في دور ال 16 الفايز من فاركو وتليفونات بني سويف. ان شاء الله الاهلي عدى دور ال 16 هيقابل واحد من الاربع فرق في دور الثمانيه، بنك الاهلي يا بور فؤاد يا انبي يا المقاولين. تمام. هنعدي دور الثمانيه وهنستنى من المجموعة التانية اللي هي بتاعت بيراميدز. بيراميدز في حالة الفوز على المسار، والمسار يا جماعة فريق المسار فريق محترم، فريق بتاع الأستاذ محمد منصور أخو الأستاذ ياسين منصور نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. نادي المسار بيحقق أرقام كويسة وهيصعد وماشي بخطى سليمة. بيراميدز لو عدى نادي المسار هيقابل الفايز من الجونة وبترول أسيوط. الجونة وبترول أسيوط هيعدي من دور ال 16 هيقابل واحد من الأربع فرق، مودرن سبورت، القناة، بتروجيت، وادي دجلة. وادي دجلة المدرب محمد الشيخ، عاوزين برضو نديله حقه. المدرب محمد الشيخ بيأدي دوري ولا أروع، مدرب محترم، مدرب عارف شغله. يا رب دايما بالتوفيق ليه ولكل الشباب اللي ماسكين الانديه. كده احنا عرفنا تقريبا في قبل النهائي هيكون اهلي وبيراميدز، ولعله خير ممكن يحصل مفاجاه. نيجي في المجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه زمالك وبلديه المحله في الدور 32. الفايز من الزمالك وبلديه المحله هيقابل الفايز من سيراميكا وابو قير في دور ال 16، ودي هيكون فيها شويه تحفظات وشويه تكهنات، وهنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. الفايز من سيراميكا والزمالك هيقابل واحد من الاربع فرق، طلائع الجيش، السكه الحديد، الاتحاد، كهرباء، الاسماعيليه. ده في دور الثمانيه. الزمالك هيعدي من دور الثمانيه وهيستنى الفايز من المجموعه الثانيه. مصر هيقابل ديكيرنس في دور 32، واللي هيكسب هيلاعب في دور ال 16 الفايز من زد او ايجيبت في دور ال 16. المصري هيعدي دور ال 16 هيقابل الفايز من الاربع فرق، سموحه وغزل المحله، حرس الحدود، والاسماعيلي. دولت المصري والزمالك والاهلي وبيراميدز. انا توقعاتي انا في المجموعه الثانيه الزمالك والمصري، الزمالك والمصري في قبل النهائي. وممكن يحصل التوقع اللي مش منتظر، تبقى سيراميكا والمصري، وسيراميكا يحقق المعجزة والمفاجأة ويعدي الزمالك. لو عدى الزمالك اعرف ان سيراميكا في قبل النهائي مع المصري، ودي حسب التوقعات.